بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الأستاذ بديع الزمان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، متحدثا عن معنى قوله تعالى: وألنا له الحديد. طبعا هو يتكلم عن بعض الإشارات التي يشير إليها القرآن الكريم إلى من خلال ذكر بعض القضايا البسيطة حسب الظاهر، ولكنها تدل على ناموس وعلى قانون عظيم، كذكر قصة البقرة في سورة البقرة، كيف أنها كانت سببا في تبيين أو التبيين لبني إسرائيل أنه لا معبود بحق إلا الله، لا قدسية إلا لله تبارك وتعالى، من خلال هذه القصة البسيطة القصيرة الصغيرة، ولكن هي في حقيقتها قصة عظيمة بيّنت لنا كيف قدس بنو إسرائيل البقرة والثور لقدسية زراعتهم في أرض أغلبها صحراء. الآن الأستاذ بديع الزمان يفسر لنا قوله تعالى: وألنا له الحديد، لسيدنا داود عليه السلام، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل. سيدنا داود عليه السلام أغلب الأنبياء هم من بني إسرائيل، إلا بعض الأنبياء كسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مثلا سيدنا شعيب، مثلا سيدنا صالح، وسيدنا هود، وهكذا. أغلب الأنبياء الذين جاءوا بعد سيدنا إبراهيم عليه السلام هم أرسلوا لبني إسرائيل، لا لأن بني إسرائيل هم أفضل العالمين، ولكنهم لأنهم معاندون، يحتاجون إلى رسل وإلى مصلحين وإلى هادين وإلى ما شابه ذلك. إذن فسيدنا داود عليه السلام كانت نبوته في فلسطين، هو وولده سيدنا سليمان عليهما السلام. وربنا تبارك وتعالى أراد أن يبين لنا من خلال ما نقرأه اليوم، خلاصة ما نقرأه اليوم، أن الله تبارك وتعالى يقول لنا: انظروا إلى أنبيائي ورسلي الذين أطاعوني، بسبب طاعتهم لي خلقت لهم وجعلت لهم معجزات وأمورا خارقة للعادة. جعلت الحديد في يد داود كخيوط وكقماش وكمعجون الأطفال الصغار الذي يصنعون منه أشكالا وتماثيل وصورا مختلفة. حقيقة كان الحديد في يد سيدنا داود عليه السلام كأنه قماش، كأنه ماء يشكله كيف يريد، وكان يصنع منه الدروع. وعلمناه صنعة لبوس أن يعمل سابغات، السابغات هي الدروع الكاملات التي تلف جسد الإنسان كاملا، الدرع الذي يقيه من ضربات السيف من الأمام وعن اليمين وعن الشمال ومن الخلف. إلا أن سيدنا عليا رضي الله تعالى عنه
كان درعه فقط من الأمام، كان ظهره مكشوفا دائما. قالوا له يا إمام أو يا أمير المؤمنين، لماذا ظهرك مكشوف ليس عليه درع من حديد؟ قال: معنى قوله لا أبقاني الله عز وجل إن مكنت عدوي من ظهري. متى يمكن الإنسان عدوه من ظهره؟ عندما يكون منهزما. فمعنى أن يعمل سابغات أي أن يعمل دروعا تامة كاملة سابغة. فكان سيدنا داود عليه السلام يصنع الدرع دون أن يحتاج إلى مطرقة وإلى نار لتليين الحديد، وهذه معجزة من معجزات الله له. لماذا؟ لأنه أطاع الله فأطاعه كل شيء. وألنا له الحديد وآتيناه الحكمة يعني النبوة وفصل الخطاب. هاتان الآيتان تخصان معجزة سيدنا داود عليه السلام. والآية الكريمة وأسلنا له عين القطر أيضا هذه معجزة سيدنا سليمان عليه السلام. كما أن الله لين الحديد لداود، أيضا أسال لسيدنا سليمان النحاس. قيل أن النحاس الذي يصنع الآن منه الآلات والمركبات وما شابه، يعني ما يحتاج إلى النحاس اليوم، كله من النحاس الذي أذابه الله تبارك وتعالى لسيدنا سليمان عليه السلام. وأسلنا له عين القطر. طبعا سيدنا سليمان عليه السلام أيضا كان ملكا نبيا، كان ملكا نبيا حكم جميع الأرض سليمان عليه السلام. وهو مع ذلك كان متواضعا، كان لطيفا، كان رحيما، يعني يتصف بصفات الأنبياء الحقيقيين عليهم الصلاة والسلام. وهيأ الله له معجزات من جملتها مثلا الريح، بساط الريح الذي يحمله من فلسطين. قيل أن سيدنا سليمان عليه السلام كان يسافر من دمشق إلى إصطخر. إصطخر مدينة في إيران الآن، يعني المسافة بين دمشق وبين مدينة إصطخر على الجمل أو مشيا على الأقدام شهر كامل. كان ينطلق من دمشق فيتغدى في مدينة إصطخر سيدنا سليمان عليه السلام على هذه الطائرة التي تحملها هذه الريح المسخرة من قبل الله تبارك وتعالى. ثم يتحول إلى مدينة كابل فينام فيها. أيضا المسافة بين إصطخر وبين كابل شهر رواح، فأصبح شهران خلال ساعات بسيطة، خلال ساعات قليلة جدا، ربما ساعة واحدة أو أقل أو أكثر بقليل، كان يقطعها سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام. قال وأسلنا له عين القطر. طبعا قلنا عين القطر، ما هو القطر؟ هو النحاس المذاب. القطر هو النحاس المذاب. تخص معجزة سيدنا سليمان، أو تخص معجزة هذه الآية تخص معجزة سيدنا سليمان عليه السلام. فهذه الآيات تشير إلى أن تليين الحديد نعمة إلهية عظمى. انتبه إلى هذه العبارة، أن تليين الحديد نعمة إلهية عظمى. كم الآن نحتاج من مصنع ومن آلات ومن أفران ومن نيران لكي نصنع مصنعا للحديد؟ كم يكلفنا الآن مصنع الحديد؟ يكلفنا ملايين الدولارات، ملايين الليرات، ملايين الدنانير. أما سيدنا سليمان وسيدنا داود كان الحديد مطواعا بين أيديهم، كان يعني كما يريد داود عليه السلام ينثني هذا الحديد.
فهذه نعمة من نعم الإله عز وجل، إذ يبين الله به فضل نبي عظيم بهذه المعجزة. أنت عندما تسمع هذه المعجزة تدرك أن لهذا النبي فضلا عظيما. فتليين الحديد وجعله كالعجين وإذابة النحاس وإيجاد المعادن وكشفها هو أصل جميع الصناعات البشرية الآن كل الصناعات تحتاج إلى الحديد، تحتاج إلى النحاس، تحتاج إلى بعض المعادن. وأساسها، إذن هو أصل جميع الصناعات البشرية وأساسها، وهو التقدم الحضاري من هذا الجانب ومعدنه. فهذه الآية تشير إلى النعمة الإلهية العظمى في تليين الحديد كالعجين وتحويله أسلاكا رفيعة وإسالة النحاس، واللذان هما محور معظم الصناعات العامة، حيث وهبها الباري الجليل على صورة معجزة عظمى لرسول عظيم وخليفة للأرض عظيم. خليفة كان خليفة المسلمين، وكما قلنا لكم كان سيدنا سليمان حاكما للعالم. قيل أن 4 حكموا العالم كله، 4 شخصيات على مر التاريخ حكموا العالم كله، 2 من المؤمنين و2 من الكافرين. أما من الكفار فبخت نصر والنمروذ. النمروذ ابن كنعان الذي أحرق سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبخت نصر الذي قتل اليهود في المسجد في فلسطين. وقد ذكر الله تبارك وتعالى قصتهم في أول سورة الإسراء: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. بعدين ثم رددنا لكم الكرة عليهم فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليتبروا ما علوا تتبيرا. هؤلاء قوم بخت نصر الذين أذلوا اليهود حقيقة. وأما الملكان الذين حكموا العالم من المؤمنين الصالحين، أحدهما سيدنا سليمان عليه السلام، والآخر ذو القرنين، واختلف هل هو نبي أم هو ولي، والمعتمد أنه ولي من أولياء الله تبارك وتعالى. قال: فهذه الآية الكريمة، فالقرآن الكريم واللذان هما محور معظم الصناعات العامة، حيث وهبها الباري الجليل على صورة معجزة عظمى لرسول عظيم وخليفة للأرض عظيم. فما دام سبحانه قد كرم من هو رسول وخليفة معا، فوهب للسانه الحكمة وفصل الخطاب، وسلم إلى يده الصنعة البارعة، وهو يحض البشرية على الاقتداء بما وهب للسانه حظا صريحا. فلا بد أن هناك إشارة ترغب وتحض على ما في يده من صنعة ومهارة. فسبحانه يقول بالمعنى الإشاري لهذه الآية الكريمة: يا بني آدم، لقد آتيت عبدا من عبادي أطاع أوامري وخضع لما كلفته به، آتيت لسانه فصل الخطاب. سيدنا داود عليه السلام آتى لسانه، يعني كلامه هو الكلام، قطعت جهيزة قول كل خطيب، يعني هو كلامه الفصل، لا كلام قبله ولا بعده في زمانه، لأنه نبي يوحى إليه من قبل الله تبارك وتعالى. قال: وملأت قلبه حكمة ليفصل كل شيء على بينة ووضوح،
ووضعت في يده الحقيقة الرائعة ما يكون الحديد كالشمع فيها فيغير شكله كيفما يشاء. سيدنا داود عليه السلام. ليش بس هذه الأمور؟ سيدنا داود عليه السلام آتاه الله من حسن الصوت ما ضرب المثل بصوته في مزامير آل داود. مرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن. تفضلوا في مخلات، تفضلوا تفسحوا يفسح الله لكم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يسير في المدينة فسمع أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن، وكان سيدنا أبو موسى الأشعري صوته جميل جدا، فقال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. يقال أن سيدنا داود عليه السلام كان إذا قرأ الزبور، طبعا الزبور كتاب سماوي نزل على سيدنا داود، إذا تلا الزبور كما يتلى القرآن وقرأ الزبور اجتمعت له الوحوش ووقفت له الطيور في السماء لجمال صوته، حتى أن الوحوش البرية لا يؤخذ كل وحش من عنقه وهو لا يشعر. يعني عادة الوحش البري إذا رأى إنسانا يهرب ويسرع ويبتعد، فلجمال صوت سيدنا داود عليه السلام كان يؤخذ بعنقه ويمسك به وهو لا يشعر. وقيل أن بعض الحيوانات كانت عندما تسمع صوت سيدنا داود عليه السلام تنشغل عن طعامها وشرابها حتى تموت. وقيل أن الجن صنعت المزامير والأوتار قياسا على صوت داود عليه السلام. يعني ما نراه الآن من الصنج ومن البربط ومن العود ومن الأوتار وكل هذه مقتبسة من صوت سيدنا داود عليه السلام. فانظروا إلى جمال صوته عليه الصلاة والسلام. آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب وعلمه صنعة الحديد وصنعة الدروع، وجعل الجبال توافقه في التسبيح، فكان يفهم منطق الجبال عليه السلام. فكان ربنا تبارك وتعالى قال: يا جبال أوبي معه. ما معنى أوبي؟ أي رجعي، يعني سبحي نفس تسبيح داود كما يسبح، فسبحي أنت أيتها الجبال. كل هذه المعجزات حدثت لسيدنا داود عليه السلام. هل هذه المعجزات حدثت له هكذا يعني عفو الخاطر؟ إلا لأنه كان رجلا صالحا أطاع الله تبارك وتعالى فأكرمه الله عز وجل هذا الإكرام. قال: فما دام سبحانه قد كرم من هو رسول وخليفة معا، فوهب للسانه الحكمة وفصل الخطاب، وسلم إلى يده الصنعة البارعة، وهو يحض البشرية على الاقتداء بما وهب للسانه حظا صريحا، فلا بد أن هناك إشارة ترغب وتحض على ما في يده من صنعة ومهارة. وكما قال عليه الصلاة والسلام معنى الحديث أن أفضل ما أكل المرء هو من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. قيل أن سيدنا داود عليه السلام كان يتخفى بلباسه ويسأل، طبعا يريد أن يسأل الرعية عنه. هو كان يريد أن يحقق العدل في كل ناحية من نواحي حياته ومملكته، فكان يسأل الناس دون أن تعرفه: ما تقولون في داود؟ فكان الناس يشكرونه ويمدحون منه وهم ممتنون له، يعني يثنون عليه ويشكرونه على ما حقق بينهم من العدالة الاجتماعية بين كل الناس.
فبعث الله تبارك وتعالى له ملكا بصورة رجل، رآه سيدنا داود عليه السلام فسأله عن داود: ما تقول في داود؟ قال: هو كذا وكذا، وبدأ يمدح سيدنا داود عليه السلام. إلا أن الملك طبعا سيدنا داود حسب الظاهر لا يعرف هذا الملك، هو يعرفه رجل. هذا الرجل يقول: إلا أن فيه خصلة ليست جميلة أو ليست يعني صالحة. ما هي هذه الخصلة؟ قال: هو يأكل من بيت مال المسلمين، يعني له راتب من بيت، إنه هو ملك له راتب من بيت مال المسلمين. هذه الكلمة وقعت في أذن داود عليه السلام، فبدأ يدعو الله تبارك وتعالى. أوحى الله له أن يصنع الدروع، فكان يصنع في كل يوم درعا يبيعه ب6,000 درهم، يأخذ لنفسه 2000 ويتصدق بالباقي على الفقراء والمساكين وما شابه ذلك. هذا هو سيدنا داود عليه السلام. من هنا قال: وعلمناه صنعة لبوس. هذا إشارة أن نحن حتى نتعلم يعني الحرف وعمل اليد، فهي أعمال تكسبنا المال الحلال. فسبحانه يقول بالمعنى الإشاري لهذه الآية الكريمة: يا بني آدم لقد آتيت عبدا من عبادي أطاع أوامري وخضع لما كلفته به، آتيت لسانه فصل الخطاب وملأت قلبه حكمة ليفصل كل شيء على بينة وضوح، ووضعت في يده من الحقيقة الرائعة ما يكون الحديد كالشمع فيها فيغير شكله كيفما يشاء، ويستمد منه قوة عظيمة لإرساء أركان خلافته وإدامة دولته وحكمه. فما دام هذا الأمر ممكنا وواقعا فعلا وذا أهمية بالغة في حياتكم الاجتماعية، الحديد نحتاج إليه لكل شيء، نحتاج إليه لبناء البيوت والمعامل والمصانع، نحتاج إليه لصناعة الآلات العسكرية الثقيلة للدفاع عن الوطن وعن الدين وعن العقيدة. فأنتم يا بني آدم إن أطعتم أوامري، لاحظ، فأنتم يا بني آدم إن أطعتم أوامر التكوينية توهب لكم أيضا تلك الحكمة والصنعة، فيمكنكم بمرور الزمن أن تقتربوا منها منهما وتبلغوهما. وهكذا فإن بلوغ البشرية أقصى أمانيها في الصناعة وكسبها القدرة الفائقة في مجال القوة المادية إنما هو بتليين الحديد وبإذابة النحاس القطر. فهذه الآيات الكريمة تستقطب أنظار البشرية عامة إلى هذه الحقيقة، وتلفت نظر السالفين وكسال الحاضرين إليها، فتنبه أولئك الذين لا يقدرونها حق قدرها.